لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن صبر المولى أو لم يصبر فصبره في مكان عبادة وجهاد، وفي مكان آخر أيضا عبادة وجهاد. لأن مرة يصبر الرجل لضعف أو لوهن أو لعدم قوة، فهذا صبر صار معلول، ومرة أخرى يصبر مع التمكن. فإذا صبر مع التمكن كالذي يحصل له أذى من غيره فيصبر ويسامحه، هذا يسموه العفو عند المقدرة. مكارم الأخلاق في ثلاثة منحصرة: لين الكلام والسخاء والعفو عند المقدرة. الإمام أتكلم على أثر البيت اللي يقرأ المقدمة: صبرك عجب الأملاك. هذا الداقون الإمام أمير المؤمنين إن صبر لا لضعف ولا لعدم قوة، وإنما صبره كان للوصية التي تلقاها من سيد النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله عند وفاته. النبي صلى الله عليه وآله لما حضرت الوفاة أفاد الناس بفائدة عامة، وخاطب إمامنا علي بخطاب خاص. أما الفائدة العامة فما أرادها بعض الناس لهم. شلون ما أرادها؟ لأنه الفائدة العامة عند الاحتضار قال: علي بكف ودوات لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فما أرادوا هذه الفائدة، لهذا قال قائلهم: النبي يهجر. وهذا الحديث متفق عليه عند خاصة وعامة، حتى من قاله أيضا يعترف به. قال: إنما قلت النبي يهجر علما مني بأن الأمر لا يتم، لأن علي بن أبي طالب سلام الله عليه قتل من قتل من العرب ووترهم، فأنا أعتقد بأن الناس لا يقبلون عليا بعد النبي. تبين رأيه فوق رأي النبي. هذا اللي يتكلم، لأنه رأي النبي أن يأمر وهو يقول لا. ليش؟ لأن والغرض مو هذا، الغرض حتى يتناول مطلوبه هو. بس هذه الوصية العامة التي أرادها النبي صلى الله عليه وآله لعامة الناس فائدة. وأما الوصية الخاصة هي هذه الآن أبينها لكم. نسأل الله بجاه النبي والليلة وفاة النبي، والله تفضل علينا باجتماع هالجماعة هاي. كم نفر اللي قاعدين هنا من مختلف الأقطار والبلدان، لكن من مؤتلف الإيمان. إذا اختلفت البلدان والصور نعم والمساكن فالحمد لله متفقين الآن بالإيمان. ونشكر الديان على هذه النعمة ليلة وفاة النبي، ونحن عند ابن بنت النبي، عند ريحانة رسول الله أبي عبد الله. فنسأل الله أن يكون هذا المعنى وما نحن فيه مقبولا مسجلا غير مؤجل عند المولى يوم عرض الأعمال. وإذا السرور الدائم نرجوه لكم ولنا ولجميع المؤمنين يوم القيامة، يوم يقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا قمت المقام المحمود يوم القيامة أتشفع في أهل الكبائر من أمتي. كل نبي من الأنبياء يوم القيامة ينادي: إلهي نفسي، حتى إبراهيم الخليل ينادي: إلهي نفسي، إلا نبينا ينادي: إلهي أمتي. فنسأل الله بجاه النبي أن يجعلنا ممن عزى عليا وفاطمة بمصيبة رسول الله هذه الليلة. ونسأل الله شفاء المرضى خصوصا المنظورين، ومن التمس الدعاء
من جيران هذا المجلس هذه الحسينية يكلفون بالدعاء من مرضى رجال ونساء، نسأل الله لهم ولنا العفو والعافية، ونسأل الله النصر لجميع المؤمنين بنصره إنه رحيم ودود ببركة الصلوات على النبي. مولاي اكو شيء بالسطور واكو شيء بالصدور. هذا شيء الذي بالصدور وهو الإيمان لا الحقد، مو اكو بالصدور شيء هذا نعوذ بالله ان نصير مثله، يعني اكو غل واكو حسد واكو حقد، هذا بالصدور. الله يبعد صدري وصدرك من هيك حالات، لكن نرجو أن يكون في صدور ونحن منهم الإيمان والحب لأهل البيت. هذا الصدور، أكو صدور وأكو سطور. سطور يعني خطية، فإذا كان في الصدور ترى هو أأكد، لأن ما في صدري لك بالحب وما في صدرك لي بالحب، وما في صدورنا مكنون لحب أهل البيت هو أثبت ما في السطور. وإن كان ما في السطور هم بفائدة، مثل قضية مسجل اللي يشوفه ويغني، لا ما يغني، لكن ومن لم يجد ماء تيمم بالترب، كهذه العادة اللي تشوفها فيها الوقت الحاضر. وإن كان ليلتين أنا كان منقبض من هالقضايا هاي، لكن أنا هم أستر إذا بعض الأخيار من المؤمنين اللي عندهم التفات ومعرفة، وإن كان الداعي أنا ما لي قابلية حقيقة أقول، هو المولى يعلم، لكن الحسين لعل المولى، أنا ما أقول هم الحسين وأكد أنا منه، لعله من كرامة الإمام فد مقدار لطف بواسطة المحبين هل يكون أثر. فقبل يومين ثلاثة أنا كنت متأذي بالليل كم مجلس حكيت على هاي قضية مسجلات وأمثالها، منين؟ من عدم اعتبارها واحترامها. فقلت بعض المجالس قبل ليلتين، قلت هذه من الأشياء اللي يحرم على المستمع أن يسمعها، لأن فد مرة وإذا يسمع حرام. لكن أنا في خصوص الزوار، وكما قال الأخ العزيز يقول احنا نريدك مسكت تجي وما هذا، احنا ماخذين هذا المسجلات 12. انا ممنون عنه، انا بهيك مكانات انا اتشرف. ليش؟ لانه اذكر، فهذا الذكر عند المؤمنين بحارنا حسائية كم واحد، انا ما يخالف مننا، انا راضي. لكن حقيقة يعز علي ان يصير في محلات اللي قليلة الاحترام وذكر الامام الى محل الى وقت الانسان يتلذذ به، يصير به طعام. وإذا كان على طول الساعات والأوقات لا، ربما وإن كان الحرمة نعم إن شاء الله ما تقل من عندنا، لكن تعرف إنسان يصير عنده رجار، يصير عنده سئم. الله عز وجل بالقرآن يقول اقرأوا ما تيسر، اقرأوا ما تيسر منه. شيء من القرآن يسير حتى يجي بشوق، فإذا الشيء بمحله يصير له أثر، وإذا بغيره لا. أنا أذكر فد مرة نعم كنت أقرأ للقطيفين، جيت لقيت سمعت واحد يقرأ مسجل، قالوا هذا مسجل، أنا بشيت، أنا ما أدري من هذا، صدق بشيت أنا، قالوا وعدتي، أنا ما جبت أدري، هذه أول مرة سمعت، لأن ذني كلهن مسجلات المأخوذات اعتقدوا حق النبي اللي هليلة وفاته كلها ما أدري بها، وأحلف يمين كلها ما أدري بها أنا، لأنه يؤخذ في صورة أنا ما أدري بها. فلما يؤخذ صورة ما أدري به يعني هذا حسب الظاهر أنا ما أدري، فربما مو راضي، لكن قلت لك بهالطريق أنا ممنون. فأسأل الله الأخ وجماعة الآخرين يرحون بلدهم ويذكرون هذه اللي ما إلى كل اعتبار، لكن بخدمة سيد الشهداء. أنا شرفي كما أني أذكركم بدعاء إخواني المجاورين، نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بعمر مديد ويعيدنا كل عامل هالخدمات هذه، اللي يا جماعة ترى أصبحنا بعد ما عدنا إلا التمسك بالنبي وآله، وإلا صلاتي وصلاتك وجماعة وتعالوا روح، ترى ما إلها فد معنى وصدى مثل هالخدمة هذه. هم بشرط يكون نواظب عليها بمحلها، لا كل وقت صياح وعياط يروجون عنا حتى الأخيار ناس تنام. شوف أيام الزيارة شقد خبطش دعوة، مو هيك. أمس كنت أقرأ هنا المجلس الأخير لروح، عندنا جماعة كربلائيين يروحون هناك، أدري العام يقول خلوا مسجل، قلت لهم أترجى منكم إذا تروحون إلى النجف 3 أوقات، صبح مرة
حصلوا لي بس مو تخلوها على طول. طبعا مو راضي، لأنه يسأم الإنسان، يسأم كل شيء إذا صار بثمرة إلى معنى، وإذا صار حسب الامتثال والأمر يصير إلى أثر، كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وصية عامة وخاصة. العامة اللي رادها للناس قال أوصيكم بالثقلين من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما. هذه ما قبلوها، لعبوا بها. لكن وصية الخاصة التي أوصى النبي بها إمامنا الوصي وهو علي، هذه عملها اللي راجعة إليه. شنو هذه اللي أقرأها؟ النبي عند الاحتضار أخذ يبكي. من يبكي؟ النبي. إمامنا أمير المؤمنين التفت إليه قال يا رسول الله تبكي؟ بكاء من النبي بعيد، يعني شنو؟ يبكي من الموت مثلهم هم أبو ذر رضوان الله عليه. قالوا له يا أبا ذر ما بال الناس تخاف من الموت؟ قال لأنهم لم يقدموا أمامه شيء، مثلي أنا وأمثالي خاف بدي يمسوا ما سوي، فأخافش أقابل أنا ما أدري إلا الرجاء رحمة الله. لأن النبي صلى الله عليه وآله هم يخاف من الموت من القبر، وإن كان عظيم إلى أثره. الإمام التفت إليه قال يا رسول الله أراك تبكي، يهمك شيء؟ فقال يا علي أبكي لما يجري عليك من بعدي. اعرف يا جماعة، اعرف شنو اللي يصير على الإمام يبكي النبي، اعرف وحدة الإمام وغربته سلام الله عليك يا أبا الحسن. لكن هذه عاقبة صبرهم، صبرك عجب الأملاك، هذه عاقبة الصبر. هسه وفود، هسه الآن نعم مواقف تدخل على حرم الإمام أمير المؤمنين وباكير، وهذه دائمة دائمة. يقول له ذاك يخاطب واحد من أهل مصر المعاوية لما يوقف على قبره ويعاين قبر لاكو عليه بنيان، قال له أين القصور أبا يزيد؟ مصري هذا. أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهيل بخربة شكر الذباب بها صراح يعربد، قم وارمق النجف الشريف. هذا مصري من العامة. قال هذا قبرك غير الذبان ماكو. هذا الشعر شفته حفظه قبل ما أروح إلى الزيارة سيدتي زينب، ورحت شفت حقيقة مثل ما قال، أبدا إسرار صبخه. وحتى الآن قال قم وانمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. قال الناس لو ما يخافون شيعة علي أنه يصير مشركين كانوا يعبدون علي بن أبي طالب. أنت اللي ضيقت العالم على علي بن أبي طالب، هذه مصيرك وكل أحد يا جماعة هذا. فالنبي يقول له أبكي لما يجري عليك بعدي، عقب ايش راح يصير عليك؟ قال وما يجري يا رسول الله؟ قال أبكي لضغن في صدور، هذا اللي قلت لك، أرجو إن شاء الله صدري وصدرك ما من هذا أكو شيء. أبكي لضغن في صدور أناس يظهروه لك بعد وفاتك. قال له قلوب وصدور مشحونة عداوة عليك، الآن ما يقدر يظهروه، لكن عقبي يظهروه لك. ايش قال له الإمام؟ قال يا رسول الله أجعل سيفي على غالبي؟ يعني هذا سيفي أجرده بعد ما أخلي بالغلاف، أجعل سيفي هذا الترتيب شوف شلون، أجعل سيفي على غالبي وأبيد خضراءه، سيفي كل وقت حاضر مجرد ما أخلي منهم بقية. هذول اللي عندهم ضغن الله من طيني قوة. قال له النبي قال لا 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 يا علي. قال أجل ما أصنع؟ قال اصبر. قال له أصبر يا رسول. لهذا تشوف يقول له صبرك عجب الأملاك. الإمام قيد بقيد، يعني كلما تشوف وتسمع يكون تصبر يا علي، حتى لو سمعت صوت فاطمة بين الحائط والماء هم يكون تصبر. سلام الله عليك. جينا أعزائي زوار إخواني مجاورين، الليلة وفاة النبي، مثل هالليلة وباكر لحضرة النبي الوفاة
وإذا بالباب تطلق. خرجت مولاتنا فاطمة، النبي التفت إليها قال بني تعلمين من على الباب؟ قالت الله ورسوله أعلم. قال بني هذا هادم اللذات. إلهي كرامة للنبي، ترحمنا بك الساعة. إلهي لا مالنا يلحقنا ولا ولدنا غير رحمتك يا رب. بني هذا هادم اللذات، هذا منغص الشهوات، هذا موسم البنين والبنات، هذا ملك الموت. ما استأذن على أحد قبلي ولا يستأذن على أحد بعدي. افتحي له الباب دخل. ولا سليمان بن داود قبض روحه وهو متكئ على عصا، فدخل على النبي قال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقرأ عليك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك ويخيرك بين لقائه والبقاء في الدنيا. مخير كيف؟ تحب تنتقل من هالعالم 23 سنة مصايب، تحب تبقى؟ قال حتى يأتي أخي جبرائيل، امهني حتى يأتي أخي جبرائيل. هبط جبرائيل في وقت ملك الموت عرج نحو السماء، استقبله جبرائيل بالهواء. يا ملك الموت قبضت روح محمد؟ قال لا، وإنه استمهلني إلى هبوطك. قال ما ترى أبواب الجنان مفتحة شوقا لرسول الله؟ أما ترى الحور العين تزينت شوقا لروح النبي؟ فهبط نعم جبرائيل على النبي، ثبت النبي إليه. قال أخي جبرائيل إن ملك الموت حضر عندي وخيرني، فما ترى؟ قال يا رسول الله وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، لقاء ربك خير لك. ارتاح من هالعالم هذا. قال أجل لا تبرح عني، لا تفارقني. من يقول؟ النبي. فبقي جبرائيل عند النبي. هبط ملك الموت، التفت النبي إليه قال يا ملك الموت امضي لما أمرت به. فاشتغل ملك الموت بقبض روح النبي. كل عام يا جماعة نرجو الله بجاه النبي الرحمة أن يرحمنا. كل آن النبي يفتح عينيه يلتفت إلى جبرائيل ويقول أخي جبرائيل عند الشدائد لا تخذل. وجبرائيل يقول له يا رسول الله إنك ميت وإنهم ميتون. وكان إلى جنب النبي قدح فيه ماء، فكان النبي صلى الله عليه وآله يغمس يده بالقدح ويمر بها على وجهه وهو يقول إلهي هون علي سكرات الموت. ما أدري بهالعبارة نبكي على النبي وعلى ريحانة النبي، يعني نبكي على النبي محتضر لكن إلى جنبه قدح ماء، لكن حبيب النبي هنا ينادي اسقوني شرب. النبي هذا حاله. التفت إلى ملك الموت قال يا ملك الموت جزاك الله عنا خير يا رسول الله، يا ملك الموت خفف. قال يا رسول الله خفف ولكن النزع شديد. قال بالله عليك هكذا تصنع مع أمتي؟ قال بل أشد وأشد يا رسول الله. قال يا ملك الموت شدد علي وخفف عن أمتي. النبي هذا حاله يا أمة النبي. ساعة الاحتضار عنده إمامنا علي آخذ برأسه. الله يرحمك وياي خويا، إن شاء الله أنت على خير. وين ما تصير وين ما اعتقادنا هذا، وإن كان بلدك بعيد عن النجف عن كربلاء أنت ما بنت بعيد عن الإمام. أرجو إلك وإلي إن شاء الله ساعة الاحتضار إشراق أنوارهم وأن نمت وجوهنا إلما نتوجه. هذا وإمامنا علي آخذ برأس النبي، الحسن عن يمينه الحسين عن شماله. صاح بني فاطمة إلي انحنت على أبيها سارها طويلا، رفعت رأسها وهي تبكي، ثم سارها مرة ثانية رفعت رأسها وهي تضحك،
فسئلت قالت أما في المرة الأولى أخبرني بوفاته فبكيت حزنا عليه، وأما في المرة الثانية أخبرني أني أول أهل بيته لحوقا به. بهالأثناء النبي محتضر، وإذا بالحسن والحسين ألقيا، لأن عمر الحسن إذا كثير عمره 7 سنوات، والحسين مولانا أقل من 6 أشهر، فمعودهم جدهم على صدره على كتفيه، فلما يشاهدون جدهم مسجى ألقى كل منهم بنفسه على صدر النبي. الإمام أمير المؤمنين إجا لأن المحتضر يكشف عن صدره، لأن الروح إذا صارت هنا أثقل ما يكون حتى الريشة على الصدر. النبي محتضر والحسن والحسين على صدر النبي. الإمام أمير المؤمنين مد يديه لينحيهما، النبي فتح عينيه قال يا علي دعني أشمهما ويشمان، وأتزود منهما ويتزودا مني. ثم قال ولدي حسن يا رسول الله يا حبيب الله، أما أنت تقتل مسموما، وأما أخوك الحسين يقتل عطشانا. عظم الله أجرنا يا مؤمنين بمصيبة نبينا. وصاحب العزاء عندنا إذا تتخلف على فد واحد ومو يمك بعيد عنك يصعب، لكن إذا جرت الدموع الحبيب هنا الحسين هو المعزى. النبي آخذ برأسه إمامنا، النبي ماخذ برأسه إمامنا علي. النبي فارقت روحه جسده، رأسه في حجر علي إمامنا. علي فارقت روحه جسده، رأسه في حجر الحسن. الحسن إمامنا عند الاحتضار، رأسه في حجر الحسين. إلا غريب كرلا بقي آخر ساعة على الرملة، وضع خده الشريف وإمامه على التراب مناديا اقتل مظلوما. هذه هم رواية تسمعها إن شاء الله تؤجر. ليش أتركها بمحلها زوار وإن شاء الله يصير أثر؟ جبرائيل هبط على النبي بحنوط من الجنة، النبي أخذ هذا الحنوط وقسم على رواية 4، أعطى قسما لنفسه قال يا علي هذا حنوطي، وهذا قسم إليك، وهذا لفاطمة، وهذا للحسن. الحسين التفت قال أجا جده أراك لم تعطني شيئا. قال ولدي أنت حنوطك تراب كربه. غسلته دماؤه قلبته أرجل الخيل كفنته الرمل. سيدي أبا عبد الله عزيز على جده، لهذا مولاتنا فاطمة وقفت على جسد إمامنا صاحت يا جده هذا حسين، هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة. لابد من ذكر الخير المرحوم الفائد. هالبيتين نسألكم الدعاء، والليلة الختام ونسأل الله قبول العمل. إن كان جدك في ظلام والليل جالك يا مظلوم يا أبا عبد الله، إن كان جدك في ظلام والليل جالك هو يا أبوك المرتضى يشوفون حالك. لازم على حيدر يجي يكفل أطفاله. الله يداح الباب ظلينا بلا رجال. قل ترى اللي حجلتها أي تحجيل، ومعها غدت تزور جدها بظلمة الليل. وشرعت يا حيدر وطفت القناديل،
زلزل يا ابويا الدهار عدها يا زلزال، راحت يا ابو الحملات للكوفة سيرة، او قدام حراس الولي وروس العشيرة، والله يا ابو الحملات هضمتنا كبيرة، جنب وابوح المرتضى وتسبيها الانذار. يا رسول الله لو عاينتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر من نصر الدين واخذل المحاربين والمعادين له. اللهم اجعل علم أهل الإيمان مرفوعا بعزك ونصرك يا الله. إلهنا من على جميع المرضى بالشفاء، خصوصا من أوصوا بالدعاء من قريب من بعيد، من رجال من نساء يا الله. من عليهم وعلينا بالعفو والعافية. اللهم ولا تجعله آخر العهد من خدمتنا، عدنا إلى أمثاله الخدمة موفقين. وبلغ يا ربي أمواتنا وأموات المؤمنين ثواب الفاتحة. المجلس اللي قبل هالمجلس بعد على حاله، لكن مكان هالمجلس بيت حج ما شاء الله الصباغ لين هاي 10 مالته، فأخرناه لخاطر مجلس الجماعة البحارني في ليلة باكر حج ما شاء الله. وبعد المجالس اللي نروح لها وين يصير بسوق التجار يم مسجد المرحوم مرزا علي نقي، سوق العطارين، ما اقول مسجد العطاطير هناك، يعني قبل هالوقت نقرأ مجلس الأولي ونروح إن شاء الله باكر إليه. اللهم اغفر لنا. بلغ يا مولاي أمواتنا وأموات المؤمنين ثواب الفاتحة.